تعالى اقولك، لو انت عندك مناسبه حلوه عايزه تعملي رز بلبن زي الكميه اللي انا عاملاها دي او نادره تعالى اقولك كيلو الرز بيعمل معايا كام علبه، قد ايه هو كريمي وجميل خطير. تعالي ابداي معايا الفيديو وانا اقولك المقادير المظبوطه وكيلو الرز بيعمل معاكي كام علبه. اول حاجه انا هكلمك على كيلو واحد من الرز. خلاص انا هضاعف الكميه، وانت لو حابه تضاعفي بقى الكميه دي حاجه بتاعتك انت. كيلو الرز هياخد معاكي 5 كيلو من اللبن. خلاص هياخد معاكي فانيليا، هياخد معانا كوبايه قشطه، هياخد معانا باكت من الكريم شانتيه. مش هنحطه كده، هقولك على تكايه هتوديلك الرز ده في حته تانية. وهنحط لبن بودره والسكر حسب الرغبه. خلاص دي مقادير كيلو الرز. تمام يلا نبدا. تعالي بقى اقولك كيلو الرز كام كوبايه. الحله بتاعتك انا معايا كيلو من الرز، هقولك كام كوبايه للي حابب بقى يشتغل بالكوبايه. حوالي 5 كوبايات. طبعا في حد هيخش هيقول لي الرز مش كتير على 5 كيلو لبن. لا طبعا مش كتير. هاتي الرزايه العريضه القصيره دي، ما تجيبيش الرزايه الطويله الرفيعه، دي بتبقى افضل في الرز ابو لبن. طيب انا بغسل الرز، بحب اغسل الرز. هغسل الرز واقول لك هعمل ايه كمان. كده احنا غسلنا الرز بتاعنا ورفعناهم على النار زي ما انا قلتلك. انا قلتلك مقادير الكيلو، انا عامله 2 كيلو. خلاص كل اللي انا عملته غسلت الرز وحطيت له الميه. حطيت له قد ايه ميه؟ حوالي 4 لتر من الميه. هسويه حوالي 80%. خلاص اوعي تهري الرز قوي عشان احنا لسه هنحط له اضافات تاني ما يعجنش معاكي. هنسيب الرز بتاعنا يستوي ونرجع مع بعض تاني. وكده الرز بتاعي استوى زي ما انا قلتلك. مش هسويه 100%، هسويه 80%. شايفين الحله دي اكبر من دي، بس برضو دي هستنى لها شويه لان العين دي اكبر من دي. تعالوا بقى نتكلم عن الحله دي. هننزل فيها، ننزل على طول باللبن زي ما قلت لك. كيلو الرز هنزل عليه 5 كيلو لبن. هاتي لبن بلدي من عند اللبان، بيبقى افضل للرز ابو لبن، بيبقى كامل الدسم كده وبيبقى طعمه جميل. كده احنا ضفنا اللبن. خليك كوبايه هقولك هنعمل بيها ايه. بعد ما بتنزلي باللبن على طول تضيفي السكر، اما السكر ده حسب الرغبه. كوبايه اللبن اللي انا قلت لك خليها على جنب، هتنزلي عليها ب4 معالق كبار نشا. ندوبهم. اما كريم الشانتيه بقى مش هندوبه بودره ولا هنحطه كده. تعالي بقى اعمل لك خطوه، هنقول لك الرز ابو لبن ده في حته تانية. تنزليش بالنشا لما الرز بتاعك يغلي. هنزل بباكت زي ما انا قلت لك. هنزل بكوبايه من الميه. انا مش عايزه القوام تقيل قوي. هنضرب كريم الشانتيه لا بمضرب البيض لا بالكبه، اللي عندك والمتوفر عندك. لو ما عندكش في الخلاط حطيه، احنا مش عايزين القوام اللي هو التقيل قوي. خلاص مش عايزه اقول لك الخطوه دي انا عملتها فرقت قوي معايا في طعم الرز ابو لبن. وهو ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين؟ تعالوا بقى معايا على الحله. الرز ابو لبن بتاعنا داخل على الغليان. شايفين؟ بصي بقى احنا ضفنا السكر. اول ما تنزلي بالسكر هتحطي رشه ملح. ليه بقى الملح؟ عشان يعادل طعم السكر. ما تستغنيش عن رشه الملح دي. شايفه؟ رشه بسيطه كده هيظبط لك السكر بتاع الرز، وهيبقى طعمه جميل بدل ما تاكليه بيبقى ضلع كده ومش بيبقى حلو. رشه الملح دي هتفرق معاكي قوي. النشا ده انا نسيت اصوره في اول الفيديو. خلاص
وهو بيغلي بالشكل ده، بصي هو داخل على الغليان من الجنب، لو انت واخده بالك منه اهو، تنزلي بالنشا بتاعك وتقلبي. شايفه؟ بصي اول ما تنزلي بقى بالنشا هتلاقي الرز معاكي ربط وتقل، وهو بيبقى طعمه فوق التحفه. تنزلي لي بقى بالكريمه اللي احنا ضربناها، شايفين شكلها؟ قلبي بقى، تاكلي احلى رز بلبن. طبعا احنا لسه محطناش القشطه. القشطه اول ما هنحطها هنطفي على الرز على طول. هنحط هنا كوبايه قشطه وهنا كوبايه من القشطه. شايفين قوام الرز؟ بامانه انا مش عارفه واضح معاكم ولا لا، مش عايزه اقولك على القوام. تعالي بقى هو بيغلي برضو كده، انزل باربع بكاوي من الفانيليا. الحله دي لسه بتغلي، ما عملناش لسه فيها اي حاجه. شايفين الوش اللي الرز لسه مغليش؟ بصي شايفه الوش خطير كده. نزلنا بالفانيليا، انزلي باللبن البودره بتاعك، نازله بعلبتين صغيرين. قلبي بقى. مش عايزه اقولك على جمال الرز ده، خطوات بسيطه بس هتفرق معاكي قوي في طعم الرز. هتقلبي بقى اللبن كويس زي ما انا قلتلك. اخر حاجه هتنزلي بيها هتكون القشطه. هننزل بالقشطه بتاعتنا وهنطفي على طول على الرز. لكل حله هنزل بحوالي كوبايه من القشطه. والحله دي انا حطيت لها كل حاجه، حطيناها هنا حطيناها هنا. نزلنا باللبن وكريم الشانتيه كل حاجه والنشا. في ناس ما بتحبش النشا في الرز، لو انت ما بتحبيش النشا في الرز هتاخدي حوالي كوبايتين من رز ابو لبن ده وتضربيه في الخلاط وتنزلي بيه على الخليط بتاعك. بس احنا بنضيف النشا بيبقى طعمها جميل قوي. شايفه قوام الرز وجماله كده. انا هكمل، هنزل ببقيه الكوبايه، وزي ما انا قلت لك انا هسيبه يهدى وهرجع معاكم نعبيه مع بعض، وهقول لك كل حله عملت معايا كام علبه. شايفين بعد القشطه على طول بتدفع عليه؟ شايفين الوش؟ شايفين جماله؟ واضح؟ بامانه خطير. احلى رز بلبن هتعمليه. بصوا بقى، انا مره رحت مطعم كشري، فبعد ما كنا جبنا رز بلبن ولقيت واحد بيغرف بصراحه، بيعبي بولاك كده وبيركنها على جنب. فانا رحت سالته، بقول له ايه لو سمحت لو سالتك على سؤال تجاوبنا عليه؟ قال لي اتفضلي. فبقول له الرز ابو لبن طعمه تحفه، ممكن تقول لي على مقاديره؟ تتوقعوا قال لي ايه بقى؟ قال لي احنا الحله دي واخده 2 كيلو رز. قلت له تمام، حطيت لها قد ايه بقى لبن؟ وحياه ربنا لو اقول لكم قال لي كام كيلو لبن ما هتصدقوا. قال لي حطيت لها 30 كيلو لبن. بقول له كام؟ قال لي 30 كيلو لبن. قلت له طب مش الكميه دي كبيره؟ قال لي لا لا لا، اصلك احنا ما بنسووش في ميه ورزنا بيبقى مميز. فبصراحه انا استكترت 30 كيلو لبن على 2 كيلو رز. لكل كيلو رز بنحط له 15 كيلو لبن، كتير قوي. ما احنا عاملين اهو ب5 كيلو لبن وزي الفل وعامل كميه كبيره قوي وتحفه. عبي الرز وارجع لكم. وبس كده خلصنا الرز بتاعنا. تعالي بقى اقول لك كيلو الرز عمل معايا قد ايه. كيلو الرز عمل معايا 50 علبه، حطينا لهم 5 كيلو لبن والمقادير اللي انت شفتيها اول الفيديو. احنا عملنا 2 كيلو رز عملوا معانا 101 بالظبط. وهو ده كان الفيديو بتاعي، حبيت اشاركه معاكم عشان لو حبيتي عندك نادرة عندك حاجه وحبيتي تعملي كميه كبيره تعرفي المقادير المظبوطه. وبس كده.